ما هي الطريق التي نسلك لمقاومة هذه السياسة الخطيرة؟ أبو بكر القادري لا نفهمه كشخص وحيد، هو من الجيل اللي أسس المغرب الحديث منذ البداية، والإدارة الفرنسية تتبعه في كل خطواته. أخذوا يستعملون السلاح وصار الشهداء يسقطون الواحد تلو الآخر. فشبابنا في حاجة اليوم إلى معرفة تاريخ بلده القديم والحديث. مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة كترحب بكم وكتقدم لكم مذكراتي في الحركة الوطنية، سلسلة ديال البودكاست مقتبسة من كتاب مذكراتي في الحركة الوطنية ديال المجاهد أبو بكر القادري اللي ساهم في العمل الوطني لما يقارب 70 عام من صغره في بداية الثلاثينات القرن الماضي حتى توفى في 2012. في هذه الحلقة الأولى غادي يتكلم لنا السي بوبكر على الأحداث اللي عرفها المغرب من إصدار الظهير ديال 16 ماي 1930 المعروف بالظهير البربري. هاد الأحداث اللي عاشها وهو عنده 17 عام هي اللي جعلته يختار النضال من أجل استقلال المغرب والدفاع عن هويته وكرامته. كنتمنى تعجبكم هاد الحلقة وتفيدكم في المعرفة ديال تاريخ بلادنا. أنا بوبكر القادري، ناضلت داخل الحركة الوطنية المغربية لأكثر من 60 سنة في مستويات مختلفة، على الصعيد المحلي بسلا أولاً، ومن بعد في مراكز القرار على الصعيد الوطني. فكرت نكتب المذكرات ديالي ماشي حيت بغيت نحفظ راسي من النسيان أو لا باش نخلد تجربتي ووجهة النظر ديالي في الأحداث. المقصود ديالي هو تسجيل بعض الأحداث اللي عشتها أو شاركت فيها من قريب أو من بعيد، أو كنت من الصانعين أو من المؤيدين ديالها. عملت جهدي باش نقدم الأدلة اللي كتزكي ما كتبتو وقلتو، وهذا الشيء باش المغاربة وبالخصوص الشباب يتعرفوا أكثر على تاريخ بلادهم. كاينين بزاف ديال الكتب على الحركة الوطنية المغربية، واخا هكذاك هذا الجزء من التاريخ ما خداش حقه كامل في التوثيق، لأنه مع الأسف الشديد عدد كبير من صانعي تاريخ هذه الحركة ما سجلوش مذكراتهم قبل ما يمشيوا عند الله، الشيء اللي خلى بعض الأحداث ما معروفاش عند الأغلبية، وهذه خسارة كبيرة. هذا الشيء راجع الظروف اللي نشأت فيها الحركة الوطنية، اللي كانت ظروف صعيبة والمستعمر كان طاغي بزاف، وما كانش في مصلحة الوطنيين أنهم يسجلوا الأحداث والوقائع كلها، حيث خايفين العدو يعرف الخطط ديالهم وشكون معهم. والأغلبية ديال الاجتماعات والمداولات اللي كنا كنظموها كانت كتكون سرية، وواخا كنا كنوثقوا التقارير ديالها كانت كتكون مختصرة بزاف، باش حتى إلا تفضح مضمون واحد من هذه الاجتماعات ما يقدروش يستغلوا الفرنساويين اللي كانوا ديما حاضيننا. بزاف ديال الوثائق تلفات حيت العسكر ديال المستعمر كانوا ديما كيفتشونا، وكنا كنخليو بعض الوراق عند ناس بعاد على أي شبهة باش يحافظوا عليها، ولكن حتى هما كانوا بعض المرات مضطرين يحرقوا الوثائق باش يحميوا راسهم وعائلتهم من الشر ديال المستعمر. وما نساوش أنه في الأول الحركة الوطنية ما بداتش غير في مدينة واحدة، ولكن بدات كتبان بشوية بشوية في بعض المدن، ومن بعد عاد بدات كتنظم لقاءات ما بين الشباب من جهات مختلفة باش يأثروا العمل ويوحدوا الصفوف ديالهم. فلهذه الأسباب كلها كان أكبر تحدي واجهوه أغلبية المؤرخين اللي بغاو يكتبوا تاريخ الحركة الوطنية هو غياب الوثائق والمراجع الصحيحة من وجهات نظر متعددة اللي يقدروا يعتمدوا عليها. واخا كانت عندهم رغبة كبيرة باش يكتشفوا الخبايا وداروا مجهودات باش يجمعوا الشهادات من عند الناس اللي عايشوا هذه الفترة، إلا أن الصورة ما عمرها ما اكتملت عندهم. لابد نعطيكم بعض المعلومات على الوضع اللي كان في بلادنا وعلى اللي حدث عند جيراننا في الجزائر وتونس باش تفهموا مزيان الأحداث اللي غادي توقع عندنا. خصنا نعرفوا بأنه من القديم كان المغرب ديما محافظ على استقلاله وداير بلاصتو في العالم، ولكن مع التقدم الكبير اللي وقع في أوروبا، خاصة من بعد ما بانت فيها اختراعات جديدة بسبب الثورة الصناعية، ولات أوروبا عندها أطماع استعمارية وبدات كتهدد بزاف ديال الدول اللي منها المغرب. معاهدة الحماية اللي تفرضت على المغرب في 30 مارس 1912 كانت محنة كبيرة ما كان سهل على قلوب المغاربة.
واللي خلاهم يوقفوا ضد الاستعمار بكل قوة ويبداو مقاومات مسلحة في الجبال والسهول، واللي بقات لأكثر من 20 عام، من 1912 حتى 1934، وبانوا فيها أبطال ومقاومين شداد. الفرنساويين كانوا باغين يمحوا كل أثر الهوية المغربية العربية الإسلامية في المغرب الكبير، وكانوا بداو في الأول تجربتهم في الجزائر اللي كانوا استعمروها عام 1830 بسياسة الفصل بين العرب والأمازيغ، واللي داروا فيها قوانين كتخرج القبائل الأمازيغية الجزائرية من أحكام الشريعة الإسلامية. ودازوا من بعد لسياسة التنصير في تونس اللي شيدوا فيها وسط العاصمة قدام جامع الزيتونة تمثال ديال الكاردينال لافيجري، وهو هاز الصليب في يديه اليمنية والإنجيل في يديه اليسرية بحال كيدعي الناس للمسيحية. وأكثر من هادشي زادوا فتحوا الباب لبعض التوانسة باش ياخذوا الجنسية الفرنسوية. هاد لافيجري هو المؤسس للجمعية ديال المبشرين كيسميوهم الآباء البيض لي بير بلون، اللي كان الهدف ديالها هو نشر المسيحية في شمال إفريقيا، وهما اللي غادي يجيو من بعد للمغرب. وهكذا في 1913 غير جاو الفرنساويين للمغرب أسسوا مدرسة اللغة العربية واللهجات البربرية اللي كيعطيو فيها دروس ومحاضرات للمراقبين الفرنساويين، من بينها مثلا محاضرة على السوسيولوجيا المغربية ديال واحد الخبير في القضايا الأمازيغية هو ميشو بيلير، واللي قال فيها باللي خاص فرنسا تاخذ النموذج ديال الجزائر وتطبقوه في المغرب، وباللي الإسلام عند الأمازيغ ما هو غير شخاوية، وباللي هما بقاو محافظين على عاداتهم وطقوسهم القديمة حتى من بعد ما جا الإسلام والعرب للمغرب. ومن هنا بدات كتطبق السياسة اللي خطط ليها الماريشال ليوطي، واللي تابعوها المقيمين العامين اللي جاو من بعده كلهم، واللي كتحاول تقسم المغاربة بين أمازيغ وعرب، وكتفرض على الأمازيغ سياسة خاصة في المجالات اللغوية والإدارية والقضائية وحتى الدينية. في هذه الفترة عرف المغرب غزو ديال المبشرين المسيحيين كيحاولوا ينشروا المسيحية ويقنعوا الأمازيغ باش يرتدوا على الإسلام، وهذا التوجه استهدفوا به حتى بعض القبائل المستعربة. وباش تزيد خطوة للقدام في السياسة ديال فرق تسود، وغير عامين من بعد ما تفرضت الحماية على المغرب، يعني في 11 شتنبر 1914 غتخرج الإقامة العامة الفرنسية بظهير سلطاني جديد كيسمح للقبائل الأمازيغية باش تحكم بأعراف ديالها منفصلة على الشريعة الإسلامية اللي كتطبق في باقي محاكم المغرب. المعارضة ديال السلطان مولاي يوسف كانت واضحة، وقال الوزير الأول ديالو أن كل قبيلة دخلت تحت طاعة الدولة المغربية خاصة تكون تابعة للشرع الإسلامي بحال باقي أجزاء المملكة الشريفة. كان الهدف الرئيسي ديال المستعمر هو تسهيل عملية السطو والسيطرة على الأراضي ديال الفلاحين المغاربة، فبدا كيأسس محاكم فرنسية خاصة، وفي نفس الوقت كيضعف من صلاحية المحاكم الشرعية المغربية، وبالخصوص في القضايا العقارية اللي كانت مهمة بزاف في الحياة الاقتصادية ديال البلاد. معروف أن أغلب المناطق المغربية بما فيها القبائل الأمازيغية كانت كتحكم بالشريعة الإسلامية من قديم الزمان، وحتى الفرنساويين كانوا عارفين هذا الشيء وشاهدين عليه. فروبير مونتاني مثلا في كتابه البرابرة والمخزن كيقول بأنه من قديم الزمان والعرف الأمازيغي متوافق مع قوانين الإسلام، وفي هذه البلاد اللي خرج منها بزاف من المصلحين والعلماء والفقهاء كانت الشريعة دائما عندها نفوذ وتأثير. وكيقول بأنه حتى القانون العرفي زال منه كل ما كان كيخالف القرآن، ولا العرف محدود في قمع الجرائم وتنظيم الحياة العامة ديال القبائل. أما الجانب الشرعي فبقى غادي وكيكبر واستوعب الأحوال الشخصية والقضايا العقارية. فمثلا القوانين العرفية ديال القبائل سوس وقبائل الأطلس الجنوبي ما فيها والو اللي كيخالف الشرع، من غير بعض الاستثناءات البسيطة بحال الرهن والديون. وفي 1915 وديما في إطار محاولة فرنسة المغرب قرر الماريشال ليوطي باش ينشأ لجنة سماها لجنة البحوث البربرية، وكانوا فيها مديرين فنيين فرنساويين وخبراء في السياسة المحلية. كان واحد منهم هو بول مارتي اللي كان مدير التعليم في المغرب وكان عنصر رئيسي في تطوير السياسة البربرية، وهو اللي صرح باللي هذه السياسة مني بدات نهاية 1914 كان المقصود منها خلق نوع من الاستقلال الذاتي للقبائل الأمازيغية، الشيء اللي كيقلل من قوة الإسلام وكيحد من التعريب.
وأكد مارتي باللي اللغة العربية حيث هي لغة القرآن كانت عامل كبير في الإسلام، وأنه من مصلحة الفرنساويين يشجعوا اللغة الفرنسية عند الأمازيغ باش يبعدوهم من الإسلام. وهذه المسألة زاد أكدها القبطان فيكتور بيكي اللي كان قال بأنه خاص يديروا جهدهم كله باش يعلموا الفرنسية للأمازيغ بلا واسطة ديال حتى شي لغة أخرى. القانون أو العرف البربري كيف ما سموه الفرنساويين كان في الحقيقة غير حيلة ابتكروها رواد السياسة الاستعمارية باش يقسموا المغاربة ويخرجوهم تدريجيا من تحت إمارة السلطان، ويولي المغرب جزء غير متجزئ من فرنسا بحال الجزائر. جات سنة 1930 واحتفلوا الفرنساويين بمرور 100 عام على استعمار الجزائر، وفي نفس هذه السنة غادي يجينا للمغرب مقيم عام جديد اسمه لوسيان سان، هو مول التمثال ديال الكاردينال لافيجري في تونس، وغادي يقوم بواحد الخطوة خطيرة باش يحقق الأهداف ديال فرنسا الإمبريالية، وهي إصدار ظهير 16 ماي 1930 اللي سموه الظهير البربري، واللي غادي يكون السبب في انتفاضة قوية في بلادنا وبداية مرحلة ونوعية جديدة من المقاومة. السي عبد اللطيف الصبيحي كان هو أول واحد اللي غيرد البال الخطر ديال ظهير 16 ماي 1930، حيث كان موظف في إدارة الأمور الشريفة، وجابوا له النص ديال الظهير باش يترجمه قبل ما يتنشر. بدا عبد اللطيف كيشرح الأخطار ديال الظهير لصحابو في سلا والرباط، وخصوصا أعضاء النادي الأدبي الإسلامي السلاوي، واحد الجمعية ثقافية كان هو كيترأس الفرقة التمثيلية ديالها. أتانا بنو الأملاك من آل برمك، وكان معروف في ذاك الوقت كواحد من أبرز الشباب العصري اللي كان مثقف بالعربية والفرنسية. الظهير خرج في الجريدة الرسمية في الصباح ديال 16 ماي. ذاك النهار كان الجو سخون، وكانوا بعض السلاويين كينزلوا للبحر، ومنهم الشباب ديال النادي الأدبي. خلط عليهم الأستاذ الصبيحي وكانت باينة عليه علامات التوتر، وسولهم اشنو غادي يمكن يديروا باش يتصداو لهذا المخطط الجهنمي ديال الإدارة الفرنسية. بداو كيتناقشوا مع بعضهم وكل واحد كيقدم المقترحات ديالو. في الصباح ديال 17 ماي 1930 الشاب عبد الكريم حجي من بعد ما فهم مزيان النية والخطة ديال الفرنساويين جاتو فكرة وناض طبقها. فين ما كان شي مسيد في سلا مشالو طلب من الفقيه اللي فيه يقرر لطيف باش يرفع البلا اللي نزل على المغاربة، وداك الشيء اللي كان. وهكذا تعلى اسم الله اللطيف حتى تسمع في سلا كامل. لغدا استدعى المراقب المدني الفرنساوي الفقيه ديال المسيد السي محمد بن سعيد باش يسولوا على السبب ديال قراءة اللطيف، واستدعى من بعده عبد الكريم حجي. ولكن الخبر كانت انتشرت وبدات الفكرة ديال اللطيف كتكبر، وانطلقت الدعوات للشباب للتلاوة ديالو بالمسجد الأعظم من بعد الخطبة ديال الجمعة نهار 20 جوان 1930. الباشا ديال سلا من نساق الخبر امر باعتقال واحد العدد ديال الشباب باش يخنق الفكرة قبل ما تكبر. ولكن واخا هكذاك بمجرد ما سال الخطيب سلا انطلقت قراءة اللطيف. يا لطيف 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 يا لطيف. وهنا قرر الزعيم عبد اللطيف الصبيحي باش يزيد خطوة أخرى في الدعوة لمقاومة الظهير، وناض سافر لبعض المدن وتلاقى بعدد من الشخصيات المغربية المعروفة في البلاد من كبار الموظفين وعلماء، وتكلم لهم عن الخطر اللي كيهدد المغرب. وهكذا بدأت الحركة التاريخية المعروفة بحركة اللطيف كتنتشر بين الأوساط الشعبية والنخب المغربية. اللطيف اللي هو دعاء باسم الله ملي كينزل البلاء، ولا دعاء مستمر في المساجد بالمغرب، وكانوا المغاربة كيقولوا اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. بعد ما كانت الصيغة الأولى هي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. النجاح ديال هذه الحركة غادي يؤدي للطرد ديال الصبيحي من الوظيفة ديالو، واللي من بعد ما استنطقته السلطات الفرنسية نفاتو لمراكش ولزماتو بالإقامة الجبرية تحت السلطة ديال الباشا القلاوي نهار الجمعة 11 جويي. ونهار السبت 19 جويي
يعني أسبوع من بعد، مباشرة من بعد ما تقرا اللطيف في المسجد الأعظم ديال الرباط، مشاو بعض الشباب لدار الزعيم عبد اللطيف الصبيحي في سلا باش يواسيو الوالدة ديالو. وخصني نسجل هنا بأنه كان واحد التضامن كبير بين الشبان السلاويين والرباطيين، وكل ما كانت شي مظاهرة أو احتجاج في سلا أو الرباط إلا وكنتي كتلقاهم بزوج. في دار الصبيحي خرجات السيدة عائشة بنت الحاج علي زنيور من البيت اللي كانت جالسة فيه، ووقفت قدام الشباب وقالت لهم شحال هي فخورة بالمجهود اللي كيديروا باش يدافعوا على الدين والوطن، وباللي هي مستعدة تضحي براسها وبفلوسها وبولادها لهذه الغاية. كلامها أثر فيهم بزاف، وهضرتها شجعاتهم، واعتبروا هذه اللحظة انطلاقة ديال زمان جديد في المغرب اللي فيه حتى النساء قادرين يواجهوا المستعمر بصوت عالي. وولات السيدة عائشة نموذج ديال الشجاعة، وبداو كينعتوها بأم المغاربة. في الرباط وسلا عدد ديال الناس دفعوا الثمن غالي للمساندة ديال حركة اللطيف. فتعتقل عبد الله الجيراري اللي كان خطب في المساجد ديال العاصمة، وتعتقل بوبكر المالقي نسيب عبد اللطيف الصبيحي بالتهمة ديال التمرد على السلطة، وكان أول سجين سياسي مغربي دار إضراب على الطعام احتجاجا على السلطات الاستعمارية. وتعتقلوا بزاف اخرين بتهمة الدعوة للإضراب وقراءة اللطيف. ومن المدن اللي عرفت احتجاجات اللطيف العاصمة التاريخية فاس، اللي تعتقل فيها العالم عبد السلام بن إبراهيم الوزاني اللي كان كيخطب في الناس في قلب القرويين وكيشجع على قراءة اللطيف. طيحوه العسكر الأرض وضربوه على رجليه بالفلاقة. ونفس العقاب عرفوا العالم محمد بن الحاج فاتح الصفريوي والزعيم السياسي محمد بن الحسن الوزاني وبزاف المغاربة آخرين. هذه الانتفاضة اللي بدات في الأول في نطاق صغير في سلا والرباط، ووصلت من بعد الفاس وزادت القوة ديالها، عرفها حتى الدار البيضاء وتطوان وأسفي ومدن أخرى، وحتى شي قبائل أمازيغية بحال آيت صغروشن في النواحي ديال صفرو وآيت يوسي وزمور. حيث المغاربة واخا كيتكلموا لغات ولهجات مختلفة إلا أنهم شعب واحد. فإلا كانوا اللي كيتكلموا بالأمازيغية فيهم شرفة من حاضرين من الرسول عليه السلام، فحتى اللي كيتكلموا بالعربية فيهم أحفاد يوسف بن تشفين وبن مرين. المغربي مغربي وصافي، وكيبغي جدودو العرب بحال جدودو الأمازيغ. الفرنساويين تخلعوا وطلبوا من العميل ديالهم الصدر الأعظم محمد المقري باش يكتب رسالة نسبوها للسلطان محمد بن يوسف، كتوصف الوطنيين الشباب بأنهم دراري صغار باقي باش شاربينش عقلهم، وعلى أنهم كينشروا خبار فيها الكذوب على الظهير ديال 16 ماي. تقرات هذه الرسالة نهار 11 غشت في الجوامع ديال فاس وسلا والرباط وحتى في مدن أخرى والله أعلم. لكن النتيجة كانت هي أن الصغار والكبار والشيوخ كلهم زادوا تشبتوا كثر بالموقف ديالهم ضد الظاهر. ونهار 22 غشت في فاس اجتمعوا 100 من أعيان المدينة وعلمائها وشبابها في دار المجلس البلدي باش يعينوا 20 شخصية اللي غتكتب مطالب للسلطان، واختاروا من بيناتهم وفد صغير باش يمشي للرباط ويرفعها على شكل عريضة للسلطان. ولكن الإدارة الفرنسية امتنعت على 2 ديال السميات من الوفد اللي هما علان الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني، حيث كانوا سبق لهم تعتقلوا في المظاهرات ضد الظاهر. هذه العريضة طالبت بالحفاظ على الشريعة الإسلامية وتولية الأكفاء في المحاكم وحرية التنقل بين المدن والبوادي وتوحيد برامج التعليم وتعميم اللغة العربية ومنع المبشرين المسيحيين ومنح العفو العام لجميع المسجونين والمنفيين في سبيل قضية إسقاط هذا الظاهر. مدينة سلا والرباط حتى هما رفعوا عرائض وطالبوا باحترام الشرع والسلطة الدينية والدنيوية للسلطان. ولكن الوفد ديال فاس كان هو بوحده اللي استقبلوا جلالة السلطان محمد بن يوسف اللي سمع باهتمام الوفد وما قدرش يخبي دموعه من كثرة التأثر بالكلام ديال الفقيه عبد الرحمن بن القرشي اللي بان عليه الحزن وهو كيشرح له علاش جاو يشوفوه. السلطان وعدهم باش يدرس المطالب ديالهم وقال لهم ما يكون غير الخير إن شاء الله. الاحتجاجات والتجمعات في الجوامع بقات مستمرة بقوة تقريبا 2 شهر من اللي بدات في سلا في 20 جوان حتى سبتمبر. وهنا المستعمر زاد في الشدة ديال العقوبات، فقبضوا على عدد من الناس وحكموا على بعض المعتقلين ب3 شهور ديال الحبس، ونفاو آخرين بحال علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وعبد العزيز بن دريس
والهاشمي الفيلالي لتازا، كيف ما كانوا نفاو من قبل عبد اللطيف الصبيحي لمراكش، وزادوا بعدوه الازيلال، ومن بعد لتيزنيت، ومحمد اليزيدي صيفطوه لقلعة السراونة، ومحمد شماعو المهريجة في شرق المغرب. صوت حركة اللطيف ما بقاش منحصر غير في المغرب، ولكن وصل للعالم كله بفضل المغاربة بحال الأستاذ حسن بوعياد اللي دار محاضرة بالقاهرة واللي خلقت التضامن الكامل ديال المصريين، منهم صحفيين وأدباء وعلماء ديال الأزهر. وهذا التضامن تعمم ووصل لفلسطين وباقي أنحاء العالم. أما في باريس فكانوا الطلبة المغاربة كيقوموا بإطلاع الرأي العام الفرنسي على التجاوزات اللي كتقوم بها فرنسا، وخرجوا كتاب سميته عاصفة على المغرب بتوقيع مسلم بربري، وتفرقات النسخ ديالو في فرنسا والمغرب والعالم العربي. وهنا لابد ما نتكلم على شكيب أرسلان. شكيب أرسلان الكاتب والصحفي والمفكر السياسي اللبناني الملقب بأمير البيان. هذا الراجل اللي خدم المغرب بمواقفه الشجاعة بحال المطالبة ديال مقاطعة المنتجات الفرنسية، وفتح صفحات ديال مجلته الأمة العربية اللي كانت كتصدر في سويسرا، وكان أحسن سفير ديال القضية المغربية. وهذا الشيء خلى حتى بعض الأحرار الفرنسيين بحال غوبير جون لونغي ينتقدوا السياسة الرسمية ديال بلادهم. وباش دارك السلطات الفرنسية الموقف ويبيضوا صورتهم في العالم، دار رئيس الجمهورية الفرنسية غاستون دوميرغ زيارة رسمية للمغرب في أكتوبر 1930، وجاب معه وفد من الصحافة الفرنسية باش تنقل صورة زائفة على الواقع كتبين المغاربة بحال إلا هما مرتاحين وموافقين على السياسة ديال فرنسا وعجباهم الحماية. لكن قدام هاد الزوبعة والاحتجاجات والتضامن اللي جا من جهات مختلفة، اضطرت السلطات الاستعمارية ترجع شوية اللور، وقررت تلغي الفصل السادس من الظهير ديال 16 مايو اللي كان كيعطي المحاكم الفرنساويين الحق يدخلوا في القضايا ديال المناطق الأمازيغية. عبد اللطيف الصبيحي شاف في الإلغاء ديالو نصر كبير وخطوة مهمة لقدام، ولكن الوطنيين الآخرين ما غاديش يوقفوا عند هذا الحد. من بعد ما تهدنات الحالة وما بقاش كيتسمع اللطيف في الجوامع، بدينا احنا الشباب كنتسائلوا كل واحد بوحده، اشنو المعمول دابا؟ واش نكتفيو بهذا القدر ونرتاحوا مور هذه الانتفاضة الشعبية، أو الواجب هو نطوروا هذه الحركة لشي حاجة عندها بعد أكبر؟ هذا السؤال طرحناه على راسنا وحنا شباب صغار جايين من أوساط مختلفة. فيما كيخصني أنا، فقبل 1930 ما كان عندي حتى شي اتصال بالشباب اللي تزعموا مقاومة الظهير البربري، باستثناء أفراد قلال بحال الصديق ديالي سعيد حجي اللي كنت تعرفت عليه شوية في المدرسة، وتقربنا أكثر في آخر العشرينات من بعد ما تأسس النادي الأدبي السلاوي اللي كان هو واحد من المؤسسين ديالو، وكان ديما كيعرض عليا باش ننخرط فيه. في الأول ما قدرتش نلبي الدعوة ديالو حيت كنت مشغول بالدروس اللي كنت كنحضرها عند العلماء ديال السلا، وكانوا الزملاء ديالي في هاد الدروس بعاد بزاف على أي نشاط ثقافي أو أدبي، وكان كيجيهم الشباب العصري كيضيع وقته في الخوال الخاوي. وعلى العكس كان بعض الشباب العصري بمن فيهم السعيد حجي زيادة على الأنشطة الأدبية ديالهم كيحضروا حتى الدروس الدينية ديالنا، وهذا الشيء اللي زاد في الإعجاب ديالي بالسعيد وقوة الصداقة بيناتنا. صدور الظهير البربري في 16 ماي 1930 بدل حياتي وحياة بزاف ديال المغاربة بطريقة جذرية. ديك الساعة كان عندي 17 عام، وبديت كنسول راسي شنو غادي تفيدني وتفيد بلادي هاد الطريق اللي فيها غير ألفية بن مالك والشيخ خليل في المختصر والدروس ديال النحو والفقه. وبديت كنخطط لطريق أخرى فيها القراية ديال الأدب والتاريخ وعلوم الاجتماع والثقافة العلمية، وبديت نطلب من اللي فاتوني في الثقافة يعطيوني مراجع مزيانة. وخصني نعترف هنا بأن الصداقة اللي كانت كتجمعني بالسعيد حجي كان ليها تأثير كبير في التكوين السياسي ديالي والانضمام ديالي لصفوف الوطنيين. وهكذا
في عام 1932 حضرت الحفلة تنظمت في الثانية ديال الحاج علي عواد في سلا باش نحتفلوا برجوع آخر المنفيين في القضية البربرية. شاركت فيها العديد من الأسماء اللي برزت في الانتفاضات ضد الظاهر البربري، وكانت أول مرة غادي نتلاقى بالزعيم علال الفاسي وشخصيات أخرى غادي يوليو رفاقي في الحركة الوطنية. كنتو كتسمعوا المذكرات في الحركة الوطنية الحلقة الأولى، عمل مقتبس من كتاب مذكرات في الحركة الوطنية للكاتب أبو بكر القديري، تعديل وإخراج وليد أيوب، مراجعة خالد ناصر القديري، أداء صوتي هشام الشوهاني، تسجيل ياسين العدناني، توظيف الصوت رضا زنيبر. قدم لكم هذا العمل من طرف مؤسسة أبو بكر القديري للفكر والثقافة بدعم من مجلس جهات الرباط سلا القنيطرة. في سما العلياء